One song. يا حبيبنا يا شيخنا شنظم حقاني، يا حبيبنا يا شيخنا شنظم حقاني، أنتم حبيبنا أنتم شيخنا أنتم ولينا يا سلطان أولياء، يا الله يا ربنا كرم هذا شيخنا، يا الله يا ربنا ببركة المصطفى، يا الله يا ربنا بجاه النبي كرم هذا شيخنا، يا الله يا ربنا بكرم الأولياء، يا حبيبنا يا مرشدنا شنظم حقاني. قال صلى الله تعالى سيركم يا سيدي. بعد فضيلة الشيخ استأذنكم في القصيدة. نعم. يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتجى التأييد والظفر. أنا لا أوافق على هذا البيت. لا أوافق، فأقول إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله، هذا طيب. ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله. نعم. ابن العثيمين. لا هذا لا تجيب هذا. لا أنت ما تحب. وقف. فقيهنا. لا والله ما أبغى. لا ما عندي. إن كان ما عندك إلا هذا عطنا. لا عطنا سؤال. إن هذا الرائد الكبير والصوت القوي هو الإمام الجليل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، صوت الحق والإيمان والإسلام. ثم أعتب على أخي الشيخ عبد الكريم هذا المديح الذي ذكر، وأنا والله دون ما قال وأقل مما قال، وجهودي كلها في الحقيقة متواضعة وقليلة، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن كل الدعاة إليه وعن كل المسلمين، والله جل وعلا سوف يسأله عما قال، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنه. أسأل الله أن يعفو عنا جميعا، وأنا والله أشهدكم أني لا أحب أن أمدح، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن كل مسلم. فوالله إنها لساعة طيبة أن نلتقي بشيخنا وبعالمنا وبأستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني باسم أهالي الحي، أولا حي شويكة، نرحب أجمل ترحيب بشيخنا الفاضل، وباسم أهالي المفرق وعلى وجه الخصوص طلبة العلم فيها يرحبون أيضا جميعا، وهم على شوق كانوا في أن يلتقوا اليوم مع أستاذنا الكريم، ولا ضير فكلنا شوق إلى سماع ما عنده من درر العلم ومن الحكمة إن شاء الله، فلنستمع إليه فيما من الله تعالى عليه من علمه. أشكر الأخ الأستاذ إبراهيم على كلمته وعلى ثنائه، وليس لي ما أقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه،
الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا واعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك الله المستعان. ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الأكبر، فماذا نقول نحن من بعده؟ فأقول اقتداء به: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق أقول: لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخينا الفاضل إبراهيم، وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر. يا حبيبنا يا شيخنا شنزم حقاني